كنت عايز حاجة للحموضة. أيوه، اتفضل. يعني إيه لا ابتسامة لا تحية لا زاب ولا حتى جمد الجليد؟ شكرًا، هاستنى دكتور تاني. ما تخلّيش الجليد يُقف بينك وبين العميل. زوّبه من أول ثانية. أهلًا وسهلًا يا فندم، تحت أمرك. محتاج تساعد في حاجة؟ الفيديوهين اللي إحنا شفناهم دلوقتي دول كلنا بنعمل زيهم، ساعات بنقابل عميل كويس وساعات لأ، على حسب المود أو على حسب إحنا مشغولين والّا لأ، في ميل مبعوت، في ماسكين براجع طلبية، مشغولين بأي حاجة، فبنبقى مش مهتمين أصلًا بالعميل، وكلنا بنعمل كده. وعلى قد ما ده موقف بسيط، وزمانك دلوقتي بتقول إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده، إلا إن أول 3 ثواني بينك وبين العميل هم اللي بيحددوا العميل هيشتري والّا لأ، فلازم تكسر الحاجز اللي بينك وبين العميل، وما تحسسوش إنك غريب عنه، كلمة حلوة، نظرة، اهتمام، بتبني علاقة مش مجرد بيع دوا، واعمل زي الفيديو اللي إحنا بنعرضه وإحنا بنتكلم ده، حاول تتعامل زيه. تعمل إجابة للجديد. الice breaking وخصوصًا لينا كصيادلة مهم جدًا، 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 لأن العميل أول ما بيدخل عليك بيكون متردد، متوتر، مش في المود، أو عنده أصلًا مشكلة محرجة في مناطق حساسة مثلًا أو حاجة، وهو محروج إن هو يقول لك عنده إيه، فأنت لازم تكسر التردد والتوتر والخوف اللي موجود عنده، عشان يقدر يقول لك إيه المشكلة اللي عنده بالضبط، بحيث إن أنت فعلًا تقدر تدّي له القرار العلاجي المناسب ليه. وخلي بالك كل ما بدأت صح، كل ما زادت فرصة بناء الثقة مع العميل، والموضوع مش هييجي من أول مرة، الموضوع هييجي مسألة تعوّد، مرة تضبط معاك، مرة ما تضبطش، مرة تبقى أنت بتمثل إن أنت بتعمل ice breaking، ومرة أنت تبقى تعملها تلقائيًا، لحد ما تلاقيك مع الوقت أنت بتعمل موضوع الice breaking ده لوحدك من غير ما أنت تتصنعه. بس الموضوع محتاج مثابرة ووقت. يعني إيه أصلًا إذابة الجليد؟ الice breaking أو بيقولوا عليه مرحلة الرابورينج، إن أنت تخلق حالة من الوِد بينك وبين العميل، تخلّي إن العميل هو لسه أول مرّة يشوفك بس يحس إن أنتم صحاب، إن أنتم حاجة واحدة، يقدر يتكلم معاك من غير ما يبقى في قلق أو توتر، لإن الراحة زي التواصل كويس بتدّي ثقة عند العميل. طب أنا إزاي أصلًا هاعمل ice breaking؟ بُص هي خطوات بسيطة، أول ما عينك تيجي في عينه تبُص له وتضحك له، وبعدين تقول له اتفضل ممكن أساعدك، ممكن تعمل تعليق إيجابي بسيط زي مثلًا الجو حر النهارده، مش عارف الهلال كسب كام النهارده، بحيث إنك تجيب أي حاجة مشتركة بينك وبينه إيه، تكسر الجو اللي موجود ده، وبعدين بقى تسأله سؤال مفتوح. اللي هو عامل إيه، محتاج إيه، أي حاجة من الأسئلة الopen question. والنصيحة خلّيك طبيعي بس مهتم. الفرق بين العميل وأنت عامل معاه مبتسم أو مش مبتسم شُفناه في أول فيديوهين، فالفرق مجرد ابتسامة وكلمة بتغيّر كل حاجة. طب هو البيع الحقيقي بيبدأ منين؟ البيع بيبدأ لمّا العميل يرتاح ويثق فيك، وده بيكون بعد ما أنت عملت ice breaking مضبوط، فهيبدأ يقول لك المشاكل اللي عنده إيه، وهيبدأ يسمعك وأنت بتقول له حلولها إيه، ولمّا يسمعك هتقدر تساعده وتحل مشكلته. فالبيع هنا مش منتج، البيع علاقة بينك وبين العميل، كل ما كانت العلاقة دي كويسة كل ما كان العميل هييجي لك على طول، وبدل ما أنت تكسب منه فاتورة واحدة، لأ ده أنت بتكسب منه على الlong term، شوف هو بقى خلاص هو ارتاح لك وكل حاجة باقي لك أنت. فالice breaking مهم جدًا، جدًا، جدًا. إيه هي أكتر جملة أو حركة تعمل بيها ice breaking مع العميل؟ قُل لنا تجربتك واستنى الحلقة الجاية من سلسلة فن بيع الدوائر، وما تنساناش من اللايك والشير.